يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبتدي في الفيديو عايزين ندعي بس لاخواتنا الفلسطينيين. انا اسفه جدا على التاخير، بس انا بجد ما كنتش قادره ان انا انزل فيديوهات ولا اعمل اي حاجه. الصراحه الواحد كان حزين، والواحد مش في ايده حاجه اللي هو غير اللي هو يدعي ربنا معاهم يا رب، ويرحم الشهداء ويسترها معاهم يا رب، وينتقم من كل ظالم. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو منكم عشان يشجعني ان انا ارجع من تاني. هنا بقى احنا رحنا بيتش اسمه المحميه، بس كان قالوا لنا الاشتراك سنوي، والاشتراك السنوي ب30,000 جنيه للفرد. انا مش عارفه الصراحه هما هل السكان اصلا اللي هناك بيشتركوا سنوي ولا ده ايه الصراحه. انا مش عارفه هو ده كان بيتكلم بجد ولا كان بيطفشنا. المهم مشينا ورحنا. احمد بقى حب، مش عارفه كان عايز ينتقم مني، مش عارفه كان عايز مني ايه الصراحه، فوداني دريم بيتش. البيتش دوت كان اللي هو السايح الروسي اللي هو القرش كالو هناك دوت في نفس البيتش، في نفس المكان. انا واقفه في نفس المكان اللي الروسي القرش كالو فيه. بجد انا اصلا ما كنتش عارفه، او ما كنتش متخيله يعني، وما كنتش عارفه اصلا. بعد ما مشيت ونزلت الميه بقى وعشت حياتي، وانا لو كنت اعرف اصلا ما كنتش عتبته ولا رحته اصلا. انا نزلت الميه اليوم دوت، وبجد كنت قاعده فتره طويله جدا في البحر. لان البحر كان حلو قوي، فالحمد لله ربنا سترها معايا. انا ما كنتش متخيله ان انا لو كنت عارفه اصلا ان القرش كان موجود في المكان ده، انا اصلا بجد ما كنتش عتبته. بس هو طبعا الناس نازله عادي ومفيش اي حاجه كانها حصلت، بس لا انا بخاف الصراحه. هنا بقى كنت بتمشى كده على البيتش، فلقيت سمك صغنون قوي في البحر، معرفش دي هجرة ولا ايه، ولا كانوا هربانين من القرش ولا ايه. ولقيت جنبيهم كده سمك كبير شوية، بجد كان شكلهم حلو قوي، والمية كانت صافية ولونها حلو جدا. الجو كان بجد ممتع. لازم بجد تفصلوا ايا كان المكان اللي انتوا هتروحوه، بس لازم تفصلوا شوية عن روتين الحياة وروتين الشغل وروتين كل حاجة. لازم تفصلوا حتى لو هتطلعوا يوم الفيوم، يوم اسكندرية، يوم في اي حتة، لازم انتوا تفصلوا. لازم اليوم ده تخصصوه لنفسكم. احمد بقى حب اللي هو يكافئني بقى وكده، وجاب لي ايس كريم. هناك طبعا الاسعار سياحية جدا. البولة كانت ب25 او ب50، مش فاكرة بالظبط، بس الاسعار طبعا سياحية. احنا ما كناش عارفين طبعا اللي بعد ما جبنا بقى ودفعنا، كسفنا الصراحة نسأل قبلها. بس وده كان يومنا النهارده. ودوت كان الايس كريم. انا جبت ليمون وجبت بطيخ، كان طعمهم حلو قوي. الطعم فعلا كان الفليفر فعلا كان ممتاز، وفعلا طعم البطيخ وطعم الليمون ما تحسوش اللي هو تلج خالص. لو عجبكم بقى الفلوج الصغير ده، متنسوش اللايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم عشان يشجعني ان انا ارجع وانزل فيديوهات من تاني. او ما تنسوش اللي انتوا تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين بجد، لان هم ابسط حاجه اللي احنا ممكن نعملها لهم الدعاء. مش في ايدينا بجد اللي احنا نعمل اي حاجه، بس بجد كلكم لازم تدعي لهم. باي باي.